التتبيلة اللي عملناها بتخلي القرنبيط معاكي مقرمش. مفيش. يلا بينا نشوف عملنا التتبيلة والخلطة الجميلة دي مع بعض ازاي. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. بجيب القرنبيط اللي معانا وببتدي بالسكينة وبقطع زهرات القرنبيط بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بعد ما بتتسلق بنقطعها التقطيعة اللي احنا عايزينها. ببتدي بعد ما قطعت الوردات الكبيرة بالسكينة ببتدي بإيدي وبقطع الباقي بالشكل ده، بيكون تقطيعه سهل. بكون مجهزة مية بتغلي، بضيف ليها ملح كمون وبنزل بالقرنبيط اللي هنسلقه بالحجم اللي احنا شايفينه ده، وبعدين بنقطعه التقطيعة اللي احنا حابينها. بعد ما القرنبيط بيتسلق بالشكل ده بخرجه في مصفى، مش بسلقه سلق كامل، بسيب فيه جرشة بسيطة علشان لسه هيتقلي معانا. معايا 4 فصوص توم وطماطماية وبصلة و2 بيضة. بقطع الكلام ده كله في الخلاط وبضربه في الخلاط. بضيف التوابل بتاعتنا ملح، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، ومعايا نص كوباية مية علشان اساعد الخلاط. وبضرب الكلام ده كله في الخلاط. بنزل بالخلطة بتاعتنا في اناء بالشكل ده، وبضيف 3 معالق من الدقيق وعليهم معلقتين من النشا، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر. وبقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما احصل على قوام جميل كده، لا هو سايل ولا هو متماسك. ومعايا نص معلقة صغيرة من الكركم. بقلب الخلطة كلها، بضيف الخضرة اللي معايا هنا خضرة مشكلة ومتقطعة. بقلب الخلطة كلها مع بعض. معايا دقيق، بجيب معلقتين من الدقيق بضيف عليهم فلفل اسود وكمون وحبة صغيرة من الملح، وبقلب الخلطة دي اللي هنغطي بيها الكفر هتكون الكفر بتاعنا للقرنبيط. انا قطعت هنا القرنبيط تقطيعة مناسبة، ومعايا بطاطس مسلوقة هنعملها كمان مع الخلطة. بنزل بالقرنبيط في الخلطة او في التتبيلة بتاعتنا، وبخرجها من التتبيلة على الدقيق بالشكل ده، وبنزل فيها او بنزل بيها في الزيت على طول. بعد ما القرنبيط بيحمر بقلبه الناحية التانية لحد ما ياخد لون ذهبي جميل. بخرج الكمية اللي معايا بعد ما بتاخد لون ذهبي، وابتدي انزل بباقي الكمية اللي معانا. الخلطة اللي عاملينها ما شاء الله خلطة جميلة، جربيها بنفس التتبيلة اللي عملناها وهتاكلي احلى قرنبيط. بنضف الزيت من اي حاجة فيه وبنزل بالبطاطس
طبعا البطاطس مش بنعمل لها كفر الدقيق، بنخرجها من التتبيلة او الخلطة على طول للزيت. بعد ما تتحمر وتاخد لون جميل بقلبها الناحية التانية. وبعد ما بتتحمر وتاخد لون جميل بخرجها. ما شاء الله بطاطس هتكون جميلة معاكي، والقرنبيط بيكون طعمه جميل وفوق الخيال، ويكون مقرمش من بره وبيكونش متعجن معاكي. شايفين معايا ما شاء الله القرنبيط مقرمش من بره ومن جوه بيكون جميل وهش معاكي بسبب معلقة البيكنج باودر اللي حطيناها على التتبيلة. ودي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. ولو حابين اي وصفة تانية نعملها مع بعض اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا رأيكم في وصفة النهاردة، واستنونا في فيديوهات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.